السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل كبسة الفراخ، كبسة الحلة الواحدة بطريقة سهلة وسريعة وتعجبكم ان شاء الله. اول حاجة نصلي على النبي ونكتب في التعليقات الله البارئ المصور. اول حاجة كده نسخن الزيت وننزل بالفراخ. طبعا الفراخ اهم حاجة نكون نقعينها وغسلناها كويس كويس عشان الزفارة. ننزل بيها في الزيت كده نديها صدمة. دي اكتر طريقة بحبها للكبسة بصراحة، سواء لحمة او فراخ. بحبها ان هي كلها تتعمل كده في حلة واحدة، بيبقى لها طعم مختلف عن لما تكون الفراخ لوحدها والرز لوحده. لا بالعكس، كده بيبقى عامل لها طعم حلو قوي. بعد بقى ما شوحنا الفراخ كده كويس، نزلنا بقى عليها بالبصل المفروم، واحدة او اتنين على حسب الكمية، وفلفل كمان اخضر حلو وحار مفروم. ممكن كمان تحط قرون فلفل حار كده سليمة. جزر مبشور. حطيت شوية كده وسبت شوية للآخر. طبعا بقى أهم حاجة في الكبسة هي البهارات الخشنة أو البهارات الحب يعني. حطينا ورق لورا، قرنفل، لومي اللي هو الليمون المجفف، الليمون الأسود يعني. هي كانت عندي واحدة كده صغيرة فحطيتها. وحبهان ومستكة. المستكة والحبهان أنا بدقهم كده بكسرهم عشان تبقى ريحتهم أقوى. بهارات الكبسة معلقة كبيرة، ملح فلفل كمون، وشوية كركم. وفي بهارات كبسة بيبقى فيها كركم أصلا يعني. بعد كده بقى نزلنا بالطماطم المفرومة، حبتين طماطم أو ممكن معلقتين صلصة كبار بدل الطماطم. بعد كده بقى بنقلب الحاجات دي كده كلها مع الفراخ. طبعا يعني بجد بجد طعم الفراخ بيبقى جميل قوي بالخلطة اللي الفراخ هتستوي بيها دي. نسيب الحاجات دي كده كلها مع بعض 10 دقايق كده، الفراخ تتشرب من الخلطة والبهارات دي. وبعد كده نزودها شوية مية زي ما هنشوف الوقت. جربي الطريقة دي في الكبسة سواء بلحمة أو بفراخ، بجد هتبقى يعني من أحلى المرات اللي هتعملي فيها الكبسة بجد. لأن بتكون الفراخ مع الرز مع الخلطة اللي احنا عملناها دي، بيبقى كله واخد من طعم بعضه كده، بتبقى بصراحة جميلة جدا يعني. هنا بقى الرز البسمتي ورز مصري، رز البلدي العادي بتاعنا. طبعا أنا بحط شوية من ده وشوية من ده. لو عندك كمية كبيرة من رز البسمتي ممكن تستغني عن الرز المصري، بس انا ببقى احط شوية مع الرز البسمتي، شوية شوية من المصري على البسمتي. البسمتي بنقعه حوالي ساعة او نص ساعة، وبنقع المصري كمان. وبعد كده بحطهم بقى على الفراخ. طبعا الفراخ بتبقى يعني خلاص استوت، بتبقى عايزة شوية سوى صغيرين، او ممكن نص سوا على حسب الفراخ يعني. في فراخ بتبقى يعني بتستوي على طول. نزلت بقى كده بالرز وظبطت طبعا الملح، اهم حاجه نظبط الملح بتاع الرز. ونسيبها بقى تستوي كده مع نفسها. وشويه الجزر اللي كنا سيبناهم زي ما شفتوا كده بقى احمرهم في الزيت او اشوحهم يعني في الزيت مع المكسرات زبيب وسوداني، فول سوداني. وبقلبهم كده مع بعض. ده كده هحطه على وش الكبسة. بس هنا طبعا الجزر كان اخد لون البصل المكرمل او البصل المحروق شوية. بس كان عامل طعم حلو فيها. كمان عادي ممكن ما نغمقيش الجزر لحد كده وبس. طبعا الرز اهم حاجة ما نكترش عليه المية بتاعته. نخليه يدوب يدوب، بس نغطي الرز كده لانه هو بيبقى منقوع كفاية طبعا علشان ما يعجنش معاكي. وتكون الفراخ نص سوا او ناقصة شوية سوا صغيرين علشان تكمل سوا مع الرز. بس كده. جربي الكبسة بالطريقة دي وإن شاء الله هتعجبك وهتعتمديها دايما، لأن طبعا طعمها مختلف وأحلى بكتير عن لما تعملي الرز لوحده والفراخ لوحدها. كمان لو حابة تحمري الفراخ هتطلعيها من الشوربة وتحمريها وتحطيها تاني تكمل سواها مع الرز. في الحالتين هتبقى حلوة. بتمنى الفيديو يعجبكم. لايك للفيديو واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله على خير، ومع السلامة.